عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض صوص الجبنة الشيدر. بيتطلب كتير بره في المطاعم، خصوصا مع الفرايز او الفرايد تشيكن اللي هو البروست او الكريسبي تشيكن او مع البرجر. اكلات كتير لازم بناكلها وجنبها صوص الجبنة الشيدر. هنعمله بقى مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتطلع معانا كمية محترمة تكفي كذا أكلة مع بعض. لو أول مرة بقى بتسمعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة أو سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم أي فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. يلا نبدأ الفيديو الجامد جدا بتاعنا ده. أول حاجة عشان نعمل صوص الشيدر هنحتاج معلقة كبيرة ونص من الزبدة، معلقة كبيرة ونص من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام، كوب ونص من الحليب، لازم يكون يا إما بارد أو متبخر دافي مثلا. كمان هنحتاج 200 جرام من الجبنة الشيدر اللي هي لونها أورنج زي ما انتوا شايفينها كده، عشان في لونين، بيبقى فيه اللي هي الفاتحة وفي اللون ده. احنا محتاجين اللون ده اللي هو بتاع الجبنة الشيدر عشان نعمل صوص زي بره بالظبط. وكمان هنحتاج رشة بسيطة من البابريكا. هنجيب بقى طاسة أو ووك على نار متوسطة. هنبدأ أول حاجة هننزل بيها هي الزبدة طبعا. هنسيح الزبدة بقى على نار متوسطة بالشكل ده، وما استنيتش لما الزبدة كلها ساحت لأن هي الجزء اللي نزل سخن معانا عشان ما تتحرقش مننا. نزلت على طول بالدقيق وهقلبها كويس جدا كده. شايفين اندمجت مع الزبدة بالشكل ده. هقلب الدقيق مع الزبدة مجرد بس ثواني معدودة. أول ما تلاقيها تعمل الفقاعات دي هنزل بقى بالحليب بتاعنا. الحليب زي ما قلت لكم يكون يا اما بارد يا اما متبخر، بلاش سخن جدا عشان ما يحصلش تكتلات معانا، يعني زي كأنكم بتعملوا صوص البشاميل كده. فالطريقة بتاعتها سهلة جدا مع التقليب المستمر طبعا. وبعد كده هنجيب بقى الجبنة بتاعتنا. هنا 200 جرام زي ما قلت لكم جبنة مبشورة، جبنة شيدر مبشورة اللون الأورنج اللي هو الغامق ده. وهستمر في التقليب لحد ما الجبنة تدوب معانا ويطلع معانا زي صوص الجبنة الشيدر اللي بنجيبه من بره. والنار هنا أنا هديتها أقل من المتوسط لحد ما الجبنة كلها تسيح براحتها. اخر حاجه نزلت بيها رشه من البابريكا. وبعد كده بقى كل ما تلاقوا ان الصوص تقل معاكم زودوا حليب لحد ما توصلوا للسمك اللي انتوا عايزينه. انا زودت كمان نص كوب من الحليب، ده غير الكوبايه ونص اللي احنا حطيناهم في الاول، ده نص كوب زياده لحد ما وصلت للمزيج والخليط والسمك ده. شايفين تحفه قد ايه؟ شكل ولون وطعم وكل حاجة زي الجاهزة بالظبط. وطلعت معايا كمان كمية كبيرة جدا. لو بقى مش هتستخدموها على طول هتتقل معاكم اكتر، وقتها بقى تقدروا تسخنوها في الميكروويف او تحطوها على النار وتزودوا كمان معلقتين لبن عشان ترجع زي ما هي قدامكم كده بالظبط. تقدروا طبعا تحفظوها في التلاجة في علب حفظ او اي حاجة متاحة عندكم، تحفظوها في التلاجة وتطلعوها بقى تحطوها في اي طبق تسخنوها في الميكروويف. تقدروا تستخدموها بقى مع الفرايز بالشكل ده، طعمها كان خطير وما تفرقش عن بره كتير. كمان استخدمتها بقى مع البرجر، طعمه كان وهمي، يفرق جدا في الطعم. يلا بقى كلكم لازم تجربوه، وهستنى بقى كومنتاتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.